يا صباح السعادة، يا مساء السعادة على الناس الحلوة اللي متابعيني. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. النهاردة ان شاء الله هنحضر الفطار مع بعض. اول حاجة هنعمل محشي ان شاء الله. قطعنا البصل مكعبات صغيرة او ضربناه في الكبة اللي يريحك يا ست الكل، مع معلقة كبيرة من السمنة، وهنستنى ياخد اللون الذهبي. وبعد كده هنحط معلقة كبيرة من الثوم في النص هنا، طبعا علشان يديه طعم وريحة بالشكل ده كده. البصل بدأ ياخد اللون الذهبي زي ما احنا شايفين. هنحضر المعلقة الكبيرة من الثوم، معلقة الثوم اهي، وهنبدأ نخليها تاخد اللون الذهبي الجميل. ونقلب كله مع بعض كده زي ما احنا شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين يا احلى ناس واحلى متابعين في الدنيا. بالشكل ده كده اهو. وهنا عايزه اوريكم ان انا نقعه الكركديه والتمر الهندي. طبعا رمضان بيجي بالخير والهنا والسعاده، ولو احنا زعلانين من حد لازم نكلمه ونصالحه، وربنا يجعلنا يا رب ويجعله رمضان سعيد علينا وعلى جميع الناس. وفي اللحظة ديت نزلنا بعصير الطماطم او الطماطم المتسبكة عندك لحد ما تتسبك كويس جدا. وبعد كده هنضيف البهارات بتاعتنا زي ما احنا شايفين. الطماطم بتاعتنا اهيت بدأت ان هي تتسبك. هضيف 2 مكعب من مرقة اللحمة بالشكل ده كده. تاني واحد اهوت، تاني مكعب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا بقى والخلطة المحشي بتحب النعناع، نفرم كده شوية نعناع بايدينا بقى او المتاح عندك، بيدي نكهة حلوة قوي. طبعا فلفل اسود، حبيت اعمل لكم كده الكاميرا عشان الحاجة تبقى اوضح اكتر. طبعا ملح على حسب رغبتك يا ست الكل. طبعا المحشي بيحب الكمون قوي، هنضيف كده الكمون بتاعنا ونقلب كل مكوناتنا دي مع بعض كويس جدا. طبعا الخلطة بتاعتنا كده جهزت، وطبعا تحفة وفوق الروعة، وشايفين الجمال، والملح مظبوط وكل حاجة مظبوطة بالشكل الجميل ده. طبعا محضرين الرز وغسلينه، محضرين الكرنب وورق العنب والبتنجان والفلفل. تعالوا يلا نبدأ نحط الرز والحباش بتاعنا على الخلطة بتاعتنا. وزي ما احنا شايفين الخضرة محضرينها، والفلفلة والبرنجان والكرنب وورق العنب الجاهز. وطبعا الرز هوريهولكم اهو، انا غسلاه ومصفياه كويس جدا من المية زي ما احنا شايفين. هنبدأ نحضر طبق كبير علشان نضيف فيه الصلصة بتاعتنا، وبعد كده الحباش بتاعنا. تعالوا يلا بينا نشوف. اول حاجة حضرنا الطبق الصلصة بتاعتنا الجميلة اللي احنا مسبكينها اهي بالثوم والبصل. بجد الريحة تحفة قوي. هنبدأ ننزل كده باليوزباتولا كل اللي فيها شكل القمر ده كده. بجد الريحة تحفة قوي، يعني الريحة بجد حلوة قوي 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 زي ما احنا شايفين كده. هنبدأ طبعا نضيف الخضرة بتاعتنا الطازة ديت المقطعة ومغسولة كويس جدا، هنقلبهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده كده. حطينا باقي كمية الخضرة اللي معانا، وبرضو هندمجهم مع بعض كويس جدا.
هنبدأ نضيف الرز بتاعنا تدريجيا وهنقلبهم وهندمج كله مع بعضه بالشكل ده كده، شوية شوية بالتدريج، ونقلب الخلطة مع الصلصة والطماطم لحد ما نخلص كمية الرز كلها اللي معانا زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. زي ما احنا شايفين الخلطة بتاعتي اهي بعد ما جهزت، شايفين الجمال بجد والريحة رهيبة. انا عايزة اقول لكم هي لونها والله احمر بس هي الاضاءة اللي ظلماها. ماشي، تعالوا يلا مع بعض نلف كرنب اول حاجة وبعد كده ورق العنب. زي ما احنا شايفين حضرت الحلة وحطيت فيها قشر الكرنب، العرق ده اللي بيبقى في الكرنب. معايا الرز، محضرة الكرنب. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. انا دايما متعودة لما اجي احشي كرنب او اللهم صل على النبي ورق عنب، بجيب طبق كده بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، معلقة صغيرة، واخد شوية من الخلطة، ما كترش، يا دوبك المعلقة الصغيرة بالشكل ده كده، وابدأ الف على الاساس ده اهوت بالشكل الجميل دوت اهو، وابدأ ارص في الحلة. طبعا انا هخلص كمية الكرنب اللي معايا ونشوف مع بعض واحنا بنعمل ورق العنب. وزي ما احنا شايفين ده شكل حلة الكرنب بعد ما رصيتها، شايفين الجمال. طبعا انا مش هحطه في ايها حاجة لان لما هسقي الرز طبعا الرز هينفش فهيطلع لفوق، فمش هحط حاجة فوق. هبدأ دلوقتي احشي الفلفل والبرنجان. دلوقتي جبت حلة تانية، انا قلت هحشي الفلفل والبرنجان فقلت لا الاول هحشي ورق العنب علشان ارصه من تحت في الحلة. طبعا ده بالبلطمان ورق العنب ده جاهز، هبدأ اطلع منه في طبق واحشيه. تعالوا نشوف. زي ما احنا شايفين طلعنا اول لفة، هنبدأ ناخد اول ورقة. طبعا بنحشي على الجنب الخشن. طبعا برضو لف ورق العنب سهل قوي. هبدأ احط الرز كده وهقفل من الجنب والجنب التاني، وهبدأ اقفل من فوق كده. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. وهبدأ الفها كده اهيت زي ما احنا شايفين اتلفت معايا اهي. هبدأ ارص في الحلة، هخلص كل الكمية اللي معايا وارجع لكم علشان وقت الفيديو. وزي ما احنا شايفين عملت ورق العنب اهوت، يا دوبك ما عملتش كتير قوي، وحشيت الفلفل والبرنجان اهوت. طبعا هبدأ ارصه في الحلة زي ما احنا شايفين اهو، رصيت البرنجان والفلفلة على ورق العنب. طبعا دلوقتي هنبدأ نجهز الشوربة اللي هنسقي بيها المحشي، وبعد كده هنعمل المرتة بتاعتنا وهنحشي البطة، وبعد كده هنعمل الأمامة، كل ده مع بعض. يلا تعالوا. وزي ما احنا شايفين دي البطة، انا كاتبه على ايدي سلاسل البطة. طبعا انا نقعاها دعكتها بمعلقة كبيرة من الطحينة، وحطينا ملح وليمون ودقيق وسيبناها تتنقع لمدة 3 ساعات. دلوقتي همسك البطة واغسلها كويس جدا جدا وهصفيها، وتعالوا يلا نعمل المرتة مع بعض. وزي ما احنا شايفين غسلتها كويس جدا وسايباها تتصفى. هي مش نافعة في النص عشان صغيرة، بس انا سايباها تتصفى. شايفين الجمال ما شاء الله. هبدأ دلوقتي اقطع البصل علشان نعمله مرتة. زي ما احنا شايفين حضرت البصل، هبدأ اقطعه مكعبات صغيرة او اضربوه في الكبة المتاح عندكم. وزي ما احنا شايفين قطعت البصل بالشكل ده مكعبات صغيرة، انا قطعته بالسكينة مش في الكبة، بحب دايما بصل المرتة يبقى بالسكينة. حضرنا الطاسة على النار، هنبدأ ننزل بالبصل. هننزل بكوبايتين من المية، تاني كوباية طبعا، وهسيب البصل يتبل مع المية. دلوقتي هنبدأ نحط البهارات بتاعتنا، وهي عبارة عن طبعا ملح على حسب رغبتك،
فلفل اسود، وانا مش هكتر الفلفل علشان ما تبقاش حراقه. طبعا كمون. هقلب المكونات الجميله دي مع بعض كده، وهسيب الميه تغلي كويس جدا لحد ما البصله تدبل بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده كده. زي ما احنا شايفين شكل اللهم صل على النبي المرتة اهي، الميه بدأت تتشرب والبصل كله داب. انا طبعا لما البصل الميه كلها تنقص هزود كمان شويه من الملح، لا شويه من الكمون وشويه صغيرين من الفلفل الاسود. المرتة خلاص جهزت معايا، دوبك احطها في طبق. وزي ما احنا شايفين البطه اهيت بعد ما صفيناها كويس جدا من الميه والمرتة معايا. هبدأ احشي. بسم الله الرحمن الرحيم. البطه من جوه بالمرتة، بسم الله اللهم صل على النبي. طبعا والقنصه والكبده انا هدخلهم جوه بالشكل ده كده، وهبدأ احشي باقي المرتة بتاعتي بالشكل ده كده. هحشيها كويس جدا وهرجع لكم عشان وقت الفيديو. زي ما احنا شايفين خلاص انا حشيت المرتة البطة من جوه وحطيت فيها القنصة والكبدة. طبعا محضرة الابرة والخيط وهبدأ اخيطها كويس جدا من هنا ومن فوق من عند الرقبة. زي ما احنا شايفين اهو خيطتها من هنا ومن عند الرقبة. انا سبت معلقة معايا من المرتة وهبدأ ادعك بيها البطة من الظهر والوش كويس جدا بالشكل ده كده اهو. هنبدأ نحضر الشوربة اللي احنا هنسلقها البطة فيها. ودلوقتي علشان نسوي البطة معلقة كبيرة من السمنة هنسيبها تسيح كويس جدا. تاني حاجة هنعملها حبهان طبعا ومستكة نشوحهم كويس جدا. طبعا علشان نعمل الشوربة هنبقى محتاجين بصل، جزر، طماطم، ليمون مجفف، كبابة صيني حصى اهي، وورق روزي. وهنشوح الكلام ده كويس جدا بالشكل القمر ده كده. وبعد كده هننزل عليهم بالبطه، بس لازم نشوح الكلام ده كويس قوي. ودلوقتي هننزل بالبطه يا دوبك هنديها صدمه. نجيب معلقه تانيه عشان نعرف نقلبها. انا قلبتها اهو، اخدت صدمه من هنا اهي وهتاخد صدمه من الناحيه التانيه. طبعا احنا كل دوت عايزينها تتشوح وتاخد اللون من تحت. هنبقى محضرين ميه سخنه واخدت لون من هنا اهو زي ما احنا شايفين. هنبدا نجيب السكينه هنديها غزه من هنا كده وغزه من هنا اديناها غزه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا علشان نتاكد اللي هي هتستوي صح. هننزل دلوقتي بالميه السخنه. دلوقتي هننزل بالميه السخنه. شايفين الجمال ما شاء الله، الريحه بجد تحفه قوي تحفه. هنسخن ميه سخنه كمان وهنحطها. دلوقتي احنا معلين النار وهنغطيها. هنبدا نحط الميه على البطه وهنغطيها لحد ما الميه تغلي كويس جدا. دلوقتي علشان نعمل تسقيه المحشي اللي هنسقيه حطينا حله عليها معلقه كبيره من الزيت، هتسيبها تسخن كويس جدا. هنشوحها بحبهان ومستكه. حبهان اهو
والمستكه كمان، ده المستكه معلش اهي، والحبهان اهو، هننزل بيهم كده لحد ما تسخن كويس جدا. زي ما احنا شايفين دي البطه. هنحط 2 مكعب مرقه لحمه. طبعا في ناس بتحب تسقي المحشي بشوربه البط، بس انا مش هعمل كده عشان هيبقى تقيل قوي. هننزل عليهم 3 معالق كبار من صلصه الطماطم الجاهزه. 1 2 3. طبعا محضرين ميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ ننزل بالمية السخنة. بالشكل ده كده لحد ما تسخن كويس جدا. طبعا وهنبدأ ان احنا نحط البهارات بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. الصلصة جهزت اهي، التسقية اللي هنسقي بيها المحشي. حضرنا بهاراتنا ملح وفلفل اسود وكمون بالشكل ده كده. وهنبدأ دلوقتي نسقي المحشي. هنبدأ نسقي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده هنبدأ نسقي ان شاء الله الكرنب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. طبعا الكرنب لازم نعمله كده علشان نتأكد اللي هو اتسقى كله. طبعا انا شلت الازاز علشان اعرف احط الحلل. الكرنب اهو، فلفل والبرنجان. شايفين البطة، اللهم صل على النبي. شايفين الجمال. طبعا هنوطي عليها. تعالوا مع بعض يلا نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي هنبدأ ان احنا نحضر القمامة بتاعتنا. حطينا معلقة كبيرة من الزيت، مقطعين بصلاية مكعبات صغيرة. هنخلي البصلة تاخد اللون الذهبي علشان نعصج اللحمة بتاعة القمامة. لازم تبقى اخده اللون الذهبي بالشكل اللي احنا شايفينه اهو. اخدت اللون الذهبي. هبدأ انزل باللحمة المفرومة بتاعتي ومش هقلبها غير لما تاخد لون. وفي الوقت ده هنكون محضرين البهارات بتاعتنا بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. هنبدأ نقلب اللحمة كده. هننزل بالبهارات بتاعتنا، ملح وفلفل اسود، بهارات لحمة، جوزة السيخ. وهنقلب كل ده مع بعضه بالشكل الجميل ده كده. محضرين طبعا الجلاش بتاعنا، غاليين اللبن، محضرين السمنه، كل دوت بالشكل القمر ده كده. وزي ما احنا شايفين حضرنا الجلاش، الصينيه، اللحمه، السمنه، اللبن، على شويه فلفل اسود. اول حاجه هاخد رشه من السمنه هدهن بيها الصينيه كويس جدا، وهحط طبقه من الجلاش بالشكل ده كده. بسم الله. اول ورقه هنحطها بالشكل كده. هندهن سمنه، حطينا الورقه التانية بس هندهن لبن، طبقه لبن وطبقه من السمنه. انا بحب اعملها كده، ما بحبش اعملها كلها سمنه بس عشان طبعا تبقى متورقه وتبقى حلوه. هنحط الورقه الثالثه بالشكل ده كده.
هنبدأ نحطها سمنة. هنحط الورقة الرابعة بالشكل ده كده. هنبدأ هندهنها باللبن، وفي الاخر خالص هنسقيها طبعا بلبن وعليها بيضايه بالشكل ده كده. الورقه الخامسه هنحطها في النص كده شكل القمر ده كده. هندهنها بالسمنه. لازم الورق يبقى متورق كويس جدا عشان تديكي نتيجة حلوة بالشكل القمر ده كده. بالشكل ده كده خلاص. هنبدأ نوزع اللحمة بتاعتنا. طبعا لو عندك شوية مكس جبن حطيهم. زي ما قلت لك احنا خلصنا كل الطبقات وبدأنا نحط اللحمة المفرومة. طبعا لازم الورق يبقى متورق كويس. طبعا لازم نوزع اللحمة كويس جدا والورق يبقى متورق كويس جدا بالشكل القمر ده كده. الشكل الجميل ده كده. هنبدأ نقفل الورق كده ونسقي ورقة بلبن وورقة بسمنة لحد ما نخلص كمية الورق اللي معانا دي. انا كده لميت كل الورق اللي كان محطوط. هبدأ اخد ورقة جلاش بالشكل ده كده، وهقوم رافعة الصينية بتاعتي وحاطة الجزء التاني ده كده من تحت. هبدأ ادهنه. هاخد ورقة كمان هبدأ احطها الناحية التانية، وبرضو هرفع الفطيرة من تحت وهنزل الورقة بالشكل ده كده. اهوت هدهنها طبعا سمنة بالشكل القمر ده كده. طبعا في ناس بتحب تسقيها شوربة تمام، بس انا بحب اسقيها لبن وبيض مش اكتر من كده. هبدأ احط ورقة في النص وهعملها كده بس يا سيليا بالشكل القمر ده كده. الفها ومش هحط اي ورق تاني خلاص. هبدأ اجيب السكينة علشان اقطعها. جبنا السكينة شايفين الشكل. هنبدأ بقى نقطعها التقطيعة اللي تريحك انتي. قبل ما نسقيها لازم نبقى مقطعينها بالشكل ده كده. بالشكل القمر دوت قطعناها. هنبدأ ان احنا نحضر اللي هنسقي بيها. قلت زي ما قلت لكم انا هعمل لبن على بضايه على شويه فلفل اسود وهبدأ ان احنا نسقيها. تعالوا مع بعض يلا. دلوقتي هنسقي صينيه الجلاش باللحمه المفرومه. حطينا لبن معلقه صغيره من الفلفل الاسود، هننزل عليهم بالضايه هنقلبهم كويس جدا. هنبدأ نسقيها بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده، وهندخلها الفرن. واول ما تتشرب هنسيب الشويه دولت علشان هنسقيها تاني. اهي شايفين الجمال. هنبدأ ندخلها الفرن اهوت. احنا دخلناها الفرن اتسقت بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. هنحط عليها شويه كمان كده. الخطوه دي بقى بتخليها بصوا بجد حلوه قوي بالشكل ده كده.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. هنبدأ بقى ندخلها الفرن لحد ما تستوي خالص والوش يحمر. تعالوا نبص مع بعض. ده محشي الكرنب اهو، الكاميرا بس اتعملت من البخار اهوت. الفلفل والبتنجان والورق العنب، البطة اهي، شايفين ما شاء الله بجد الريحة حلوة قوي. طبعا انا هقلبها على الناحية التانية. زي ما احنا شايفين القممة بعد ما خلصت معايا طبعا وغطيتها بفوطة، شايفين الجمال تحفة قوي. الكرنب زي ما انتوا شايفين، الفلفل والبرنجان، وتحت ورق العنب، وهنا دي البطة بعد ما استوت. شايفين انا خليتها تستوي ازاي خالص اهيت. وهنا هبدأ اشيل الجلد ده كله، وعملت الخلطة ديت وهي عبارة عن معلقة من السمنة، عليها معلقتين كبار من الصلصة، رشة ملح وعصرة ليمونة، وهبدأ ادهن بيها البطة. زي ما احنا شايفين شلت كل الجلد اللي فيها وشلت الخيط، وهبدأ اطلع المرتة في طبق. زي ما احنا شايفين هبدأ اخد من الخليط دوت وهدهن البطة من جميع النواحي. محدش يقول لي نحط معلقه زيت هتبقى مش لطيفه، هو الافضل نحط معلقه سمنه. طبعا المرته طلعناها على جنب اهو. هندهنها كويس جدا من جميع النواحي وهندخلها تحت الشوايه اهيت. بعد ما دهناها كلها هنبدا نحط الاكل في اطباق وهندخلها تحت الفرن، وتعالوا يلا نشوف. وزي ما احنا شايفين شكل الاكل بعد ما خلص، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الجمال بجد تحفة والريحة جميلة. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون نال اعجابكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. معاكم نيرة في يوميات وسيلة وسيليا. عايزة اوريكم شكل البطة وهي متحمرة. شايفين الجمال والمرتة والأمامة، شايفين بجد حاجة كده فاخر من الاخر. واكل بيتي مضمون طبعا. والقطايف اهيت انا اللي عاملاها. اتمنى ان شاء الله ان يكون الفيديو نال اعجابكم.